يلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. احنا النهارده رايحين على العجمي. هحكي لكم قصه قصيره صغيره كده. امبارح كنت في المترو، فالمهم صحابي اعرفهم من سنتين تقريبا، يعني لقيتهم في المترو كده وقابلتهم. قالوا لي احنا مسافرين اسكندريه، تحديدا العجمي يعني. قالوا لي تعالى معانا، وانا كنت في المترو بعمل حاجه كده ومروح. نكمل القصه اللي انا كنت عايز احكيها لكم. فانا وافقت، بس هم سافروا بالليل وانا ما كانش عندي وقت بصراحه اني اسافر بالليل. حضرت حاجتي ومسافر الصبح. الحوار جه عشوائي بطريقه غبيه، يعني اللي هو ايه، تقابل صحابك بقالك مثلا سنتين ما شفتهمش، هيقول لك تعالى نسافر، يلا بينا نسافر. وحاليا برضو رايح المترو عشان اركب من رمسيس اللي هي الكيلو 21 تقريبا. يلا بينا مغامره تانية، اسكندريه العجمي. وهنا كنت ركبت الباص، بس معرفتش اصور لكم عشان كانت الدنيا زحمه في رمسيس قوي زي ما انتم عارفين. اوكي، احنا وصلنا موقف ال 21 وحاليا هشوف ميكروباص. هم قالوا لي اركب ميكروباص لحد الجمعيه، يعني الدنيا زحمه بصراحه قوي، فلحظه اركب يعني. اوكي، احنا حاليا وصلنا عند المكان اللي المفروض صحابي موجودين فيه يعني. اوكي طيب، انا حاليا في الاسانسير زي ما انتم شايفين كده. عاملين ايه؟ شفت دي ازاي؟ وهنا طلعت فوق السطح فلقيتهم بيشوا كفته فشويت معاهم. بعد كده عملنا قعده عربي زي ما انتم شايفين وكلنا. اوكي يلا يا شباب، بعد ما اكلنا وخلصنا اكل يعني نزلنا اسكندريه نتمشى شويه. احنا حاليا رايحين عند ستاربكس نشرب ايس موكا عشان نفوق شويه، عشان الساعه تقريبا 2 بالليل. رحت عند الستاربكس الساعه 2 و12 دقيقه بس كان قافل، فطلبت من طلبات وارخص. This is how to use your brain يعني. بس يعني هم شغالين جوه عادي، الجزء اللي هو ان انت تقعد جوه فما ينفعش تطلب، بس ينفع تطلب اونلاين. انا طلبت اونلاين بس، فمستني بقى. جنب ستاربكس كان في محل اسمه زين على اسمي يعني، فقلت اصوره. شربنا ستاربكس وقعدنا نتمشى طول الليل لحد الصبح، وبعد كده رحنا شط المعمورة. وده شكلي بعد ما نزلت البحر. شعري بايظ وعندي تخطيط برضو جديد. النضارة بتاعتي ضاعت ازاي؟ سبتها في مكان على شط اسكندرية وما لقيتهاش. هي ما كانتش نضارة نظر على قد ما هي حفظ نظر يعني، بس يعني اجيب واحدة زيها تاني بس شكلها اسود، فلما اجيب السودا هبقى اوريكم شكلها عامل ازاي. لو ما عجبتنيش السودا وكده هبقى اجيب اللي هي العادية بتاعتي خلاص. حاليا انا طالع افطر، غالبا هنطلع من شط المعمورة. وشط المعمورة عموما جمعة وسبت 75 جنيه، باقي الايام 50 جنيه. ده دخول الشط غير دخول المنطقة اللي هي المعمورة. دخول المنطقة اللي هي المعمورة في ثابتة ب 30 جنيه في اي يوم. الشط كويس بصراحة، بس الجمعة والسبت بيكون في ناس كتير عشان بيبقى اجازات وكده، فالناس بتيجي داي يوز تصيف. انصحكم بصراحه ان انتوا تيجي في وسط الاسبوع لو جيتوا المعموره، لانه تقريبا من انضف شاطئ اسكندريه، فكان حاجه جامده قوي بصراحه. رحت اكلنا في عند سان ستيفانو في المول، اكلت بيتزا مع الشباب. في جاب حصل في النص كده لما قلت لكم انا رايح افطر. رحنا حديقه المتنزه. في حديقه المتنزه نمنا شويه، يعني صلينا جمعه لان النهارده كان يوم الجمعه، ونمنا شويتين 3 وبس. رحنا ناكل وها انا ده اتبسطت يا اسطى في اسكندريه جدا بجد. عشان انت موجود صح. عشان ايه؟ عشان انت موجود والله صح. وانا ماشي عند سان ستيفانو برضو اللي هو ورايا ده، قابلنا المنظر الجميل اللي ورا ده اللي هو ساعة الغروب يعني. قعدنا شوية نبص على المنظر دوت، وبعد كده خدنا بعضنا وركبنا ميكروباص. رحنا عند محطة الرمل وايه، قعدنا عند الشط. اهلا يا عيد. قاعدين بنشوف الفيو ده بس فشوية، وبعد كده نروح البيت. وغالبا ده اخر يوم لينا في اسكندرية يعني. ساد. تاني يوم معرفتش اصور فيه اي حاجه بصراحه، فخلصنا ترتيب الشقه وخدت شنطتي ومشيت. انا حاليا رايح عند محطه القطر اجيب لي تيكت.
ممكن اروح حته اسكندريه قبل ما امشي، لان النهارده المفروض ان النهارده اخر يوم هقعد فيه في اسكندريه. وورايا حاليا المفروض ان هو ترام اسكندريه، لان انا ما صورتكوش خالص الترام بتاع اسكندريه الاصفر دوت، فهصوره لكم. نفسي بصراحه اجيب لي تيشيرت تاني غير التيشيرت دوت، لان التيشيرت دوت نوعا ما باظ شويه. قدام محطه القطر LC انا اشوف تيشيرت فيه كده ممكن يكون لطيف، فلو اشتريت تيشيرت برضه هقول لكم. الو، انا جيت تاني، جبت تذكره القاهرة اسكندرية قطر VIP تقريبا، وحاليا انا متوجه الى LC. هحاول اجيب لي تيشيرت غير التيشيرت ده عشان حاسه اتبهدل سكتين 3. هحاول انقي تيشيرت على السريع كده، القطر قدامه لسه ساعة فمعايا وقت. رايق كده. I think نجيب ده. اوكي، اشتريت التيشيرت اللي انا لابسه حاليا، يعني الساعة حاليا اعتقد 9 باين او 10. اوكي، قبل ما امشي احنا رايحين على مكان المفروض ان هو بيمثل لناس رعب كتير، لان هما كانت بتسمعها على الراديو 90 تحديدا احمد يونس. حاليا رايحين عند عمارة رشدي اللي في اسكندريه، قلت اوريها لكم قبل ما نمشي. انا كنت بحب احمد يونس زمان وكنت بحب اسمعه. العماره دي فعلا موجوده في اسكندريه، وانا عايزكم تشوفوها معايا يعني واحنا في الطريق. اوكي، هي دي المفروض ان دي عماره رشدي. انا مش عارف هي ليه حديثه قوي كده، هل شكلها تخوف؟ بصراحه شكلها مرعب بالاشجار المزروعه في النص ديت. في شجر في نص العماره. انا اول مره اشوف كده. انا هحاول ناخد نظره سريعه عن المدخل لو ينفع، لو ما ينفعش هنروح للاسف. وحاجه كمان عن عماره رشدي، ان تحتها معرض فيه عربيه فيراري على ما اعتقد دي فيراري. فيراري اللي هي بتاعت محمد صلاح. عربيه فيراري واللي جنبها عربيه بورش تحت عماره الاشباح. فاصور لكم العماره من جوه لو عرفت. يا رب محدش يقول لي التصوير ممنوع. كالعادة طلع لنا حد تصوير من جوه المدخل ممنوع، بس من بره عادي. وبصراحة هل شكلها يرعب فعلا من يعني ما حد يشوفها او كده؟ انا بقول ان شكلها مرعب، شكلها مختلف عن باقي العمارات. تحس ان حد وحش قوي بس حاطط عليه وش. طبعا العمارة شكلها جامد ومختلفة وبتاع، بس كل القصص اللي عليها ديت تحس ان لا في في الموضوع، صح؟ ليه العمارة دي بالذات شكلها حلو قوي كده. دخلت سألت عن الفراري 21 مليون، والبنتلي بتاعت صلاح 16 مليون. انا عندي امل كبير ان انا في يوم من الايام اشتري فعلا عربية زي ديت. انا عارف ان هو يكاد يكون من المستحيل ان حد يشتري عربية زي ديت، بس I have dreams I will achieve it one day. يعني I promise to myself كده ان انا لو ما متش ان شاء الله هحققها ان شاء الله. قدام عمارة رشدي في دانكن دونتس. دخلت جبت لي موكا، كتب لي زن اللي هو ايه يا دود، في ايه يعني حاول تحط ايفورت في الموضوع يعني. بس ما علينا. الساعة حاليا 10 وانا الوقت الساعة 10:30. اتكل على الله. الشوب الجميل طعمه حلو بصراحة. يلا بينا نروح على محطة القطر. وهنا كنا وصلنا محطة القطر كده تقريبا سيدي جابر. القطر كان المفروض الساعة 10:30 أو 10:25 دقيقة. الساعة دلوقتي 10:40 دقيقة والقطر حرفيا لسه واصل. شكله لطيف بصراحة، مش وحش يعني. ده المفروض إن هو يوصل القاهرة في 2.5 ساعة تقريبا. وده كان الكرسي بتاعي، مش أحسن حاجة بس كان فيه تكييف وكان مريح. اوكي، احنا وصلنا القاهرة خلاص يعني، الساعة تقريبا 2 بالليل. كان يوم متعب وكان فلوج لذيذ. وبس كده، ده كان فلوج النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوف كل جديد. تفعل جرس الاشعارات عشان اي جديد انزله يوصلك على طول. يا ريت تسيب لي رايك في الكومنتات لو في اي حاجه احسنها عشان اخلي الكونتنت بتاعي افضل شويه. يا ريت تسيب لي رايك، تقول لي الفيديو عجبك ولا لا. بفرح قوي لو حد قال لي على حاجه، بجد هيفرق لي كتير. وسيب لايك عشان ده اللي بيحفزني. كان معاكم زين، سلام.